مكان يوم جديد وحلقه جديده من شقاوة شطار. زي ما اتعودنا في شقاوة شطار دايما بيكون معانا مجموعه من الفقرات الحلوه والجديده، كمان بيكون معانا مجموعه من صحابنا جوه الاستوديو. تعالوا بينا على طول نبدا حلقه النهارده ونتعرف على صحابنا. معانا مين؟ لجين. عندك كام سنه لجين؟ 9 سنين. مين كمان؟ جنان. عندك كام سنه جنان؟ 10 سنين. النهارده هنتكلم او مش هنتكلم في موضوع، لكن النهارده هنعمل حاجه لطيفه قوي. احنا كنا اتعودنا في حلقات قبل كده ان احنا بنقول لصحابنا او بنخليهم هم يكونوا في مهمه معينه او في وظيفه معينه. الوظيفه اللي هنديها النهارده لجنان ولجين ان هم يكونوا مرشدين سياحيين. عارفين يعني ايه مرشد سياحي؟ يعني لما يجي سياح من بره مصر هو اللي بيرشدهم ويوديهم ويعمل لهم بروجرام عشان يتفسحوا في مصر. ايه كمان يا لجين؟ وايه تاني؟ يعني هو بيعمل لهم زي ما جنين كانت بتقول، هو بيعمل لهم برنامج للزياره وبيفسحهم بيوريهم كل الاماكن. تفتكري ايه الاماكن المرشد السياحي ممكن ياخد فيها السياح؟ القاهره والاسكندريه واسوان شرم الشيخ وعين السخنه وبورسعيد. يعني ممكن ياخدهم كل المناطق الحلوه سواء اذا كانت موجوده جوه القاهره او في المحافظات المختلفه. طب قولوا لي انتوا ايه الاماكن اللي انتوا بتحبوها جوه مصر وشايفين انه العالم كله لازم يجي ويتفرج عليها؟ هنبدا مع لجين. بحب عين السخنه والشرم الشيخ والقاهره كله. طب في ايه جوه القاهره ممكن نشجع صحابنا اللي عايشين بره ونقول لهم تعالوا شوفوا الحاجات الحلوه اللي موجوده في القاهره؟ طب نشوف، احنا معانا حد من اصدقائنا بيحاول ان هو يكلمنا. تعالوا بينا نشوف هو ايه الاماكن اللي بيحبها جوه القاهره. نقول صباح الخير. الو الو، معانا مين النهارده؟ الو. ايوه الو. صباح الخير، اسمك ايه؟ صباح النور، اسمي علي. علي، عندك كام سنه يا علي؟ عندي 9 سنين. 9 سنين. النهارده بنتكلم يا علي على الاماكن الحلوه اللي موجوده جوه مصر، والنهارده هنخلي لجين وجنان هم المرشدين السياحيين علشان يفسحوا كل الناس اللي هتيجي تزور مصر. قولي انت ايه اكتر الاماكن بتحبها في القاهره؟ ايه الاماكن الحلوه اللي انت ممكن لو حد جه تفسحهم فيها؟ الاماكن الحلوه يعني مثلا زي حديقه الحيوان كده. حديقه الحيوانات. وايه كمان؟ ايه؟ وايه كمان؟ حاجات كتير تانية طبعا. طب زي مثلا زي حتت فيها العاب كتيره كده. طب ايه الاماكن الاثريه الحلوه اللي احنا ممكن ناخد فيها صحابنا؟ انا هسهل الموضوع واقول جوه القاهره. الاثريه؟ زي مثلا زي المتحف. المتحف المصري. وايه كمان؟ ايه؟ غير المتحف ممكن ناخدهم فين كمان يا علي؟ ممكن ناخدهم الاهرامات. ونوريهم ايه كمان؟ ونوريهم الاهرامات. طب ده جوه القاهره. بره القاهره في اماكن تانية ممكن نروحها؟ الاهرامات. والاهرامات مظبوط. عايزه اشكرك جدا يا علي، وكلمنا تاني في شقاوة شطار واشترك معانا. كمان انا بدعو كل اصحابي ان هم ينضموا لجروب شقاوة شطار على فيسبوك، وان هم كمان يبعتوا لنا ايميلز على shaqawa.kids@gmail.com. الاسماء هتطلع حالا على الشاشه، وكمان كلمونا على التليفون واشتركوا معانا في الحلقه. نرجع تاني ونقول لاصحابنا لجين وجنان هم النهارده هيبقوا تور جايدز او هيبقوا مرشدين سياحيين، هيعملوا برنامج زياره لصحابهم اللي عايشين بره ويقولوا لهم تعالوا زوروا الاماكن الحلوه اللي موجوده في مصر. احنا معانا فقره حلوه قوي، معانا فقره مطبخ. هنخرج دلوقتي ونشوف ازاي هنعمل مكرونه بالتونه. مين فيكم بيحب المكرونه بالتونه؟ عمري ما دقتها الصراحه. طب ايه رايك نتفرج عليها دلوقتي؟ تحبيها؟ انا عارفاها. عارفه تعمليها ازاي؟ نعمل مكرونه وبعد كده نعمل التونه. نسلق المكرونه وبعد كده بنضيف لها تونه. تعالي بينا نشوف في الفقره دي هنعملها ازاي، ونرجع تاني نكمل شقاوة شطار. صباح الخير لكل اصحاب شقاوة شطار في كل مكان. فقره جديده من فقرات المطبخ. النهارده معانا محمد. ازيك يا محمد؟ ازيك؟ تحب تساعد ماما في المطبخ؟ اه. طب النهارده هنوري ايه اصحابنا؟ هنعمل ايه؟ هنعمل
سلطة مكرونة بالتونة. هنعمل مكرونه بالتونه. هنبقى عايزين ايه يا محمد؟ هيبقى عاوزين فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وبصل وكرنب. لا هو مش كرومب، هو كابوتشي. كابوتشي او خاص على حسب اللي موجود. ايه كمان؟ ده اسمه ايه؟ زيتون. وايه دي اللي احنا قلناها؟ مكرونه تونه. ونبقى محتاجين المايونيز ودي المسترد. ماسترد زي ما احنا شايفين. مسترد. وبعد كده هنبقى عايزين شويه زيت وملح. ملح وفلفل اكيد. بعد كده اكيد هيبقى عندنا مكرونه مسلوقه. في اشكال كتيره للمكرونه، فاحنا هنختار الشكل اللي احنا بنحبه ونخلي ماما هي اللي تسلقها لنا. لو عايزين تعرفوا المكرونه بتتسلق ازاي، بنسيب ميه مغليه معاها شويه زيت ومعاها شويه ملح. بعد ما الميه بتغلي بنحط لها المكرونه لحد ما بتتسلق، وبعد كده بتتغسل بالميه. بس احنا مش هنقدر نعمل ده يا محمد، احنا هنخلي حد كبير هو اللي يسلق لنا المكرونه. احنا بقى هنعمل الحاجات دي كلها. قولي هنعمل ايه؟ ايه اول حاجه نحطها؟ عايز تحط ايه؟ هنحط الخاص او الكابوتشي على حسب اللي موجود عندنا. المكرونه بالتونه مفيده جدا لان هي بيبقى فيها كل انواع الخضار اللي احنا بنحبه. بتبقى مفيده لان الخضار ده كله بيبقى. نحط المايونيز. نحط المايونيز ولا نحط الاول التونه ونحط الزيتون؟ التونه والزيتون. طيب زي ما قلت الحاجات دي كلها بتبقى مفيده لانه بيبقى فيها فيتامينز او فيتامينات، ودي بتبقى مفيده جدا لصحتنا. تخلي عندنا مناعه قويه. المناعه بتاعتنا لما تبقى قويه ايه اللي هيحصل لنا؟ هنكون اقوياء ونقدر. هنعيا ولا مش هنعيا؟ مش هنعيا. فاحنا لازم دايما ناكل حاجات تكون مفيده. اخر حاجه حطينا التونه نوع من انواع السمك. السمك مفيد جدا. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ نبقى اذكياء ولا لا؟ عشان نبقى اذكياء. اكيد السمك بيبقى مفيد. نحط شويه زيت زيتون كمان بيبقى مفيد جدا. لو في زيت زيتون احنا بنحطه. بعد كده شويه مستردة. ايوه. وبعدين شويه مايونيز. بعد كده شويه مايونيز. لو مش عايزين المايونيز والماسترد احنا ممكن ما نحطهمش، ممكن نبدلهم ونحط خل. ممكن نحط خل، ليمون، الحاجات دي كلها ممكن نزودها. بعد كده شويه فلفل. كده علشان يبقى شكلها حلو وتبان هنعمل ايه يا محمد؟ ناخد طبق ممكن يكون بايركس او طبق كبير. ونفضي فيه نحط المكرونه. نحط المكرونه فيه. ممكن كمان من الحاجات اللي ممكن تتزود الكورن او الذره. السويت كورن او الذره الحلوه كمان ممكن نزودها للمكرونه. ممكن كمان مشروم. في حاجات كتير. كل الحاجات اللي احنا بنحبها ممكن نفكر فيها ونضيفها علشان تبقى مفيده اكتر. ناكل الحاجه اللي احنا بنحبها وفي نفس الوقت نستفيد منها. حلوه ولا لا؟ سهله نعملها ولا لا؟ شايفين في الوان كتير فيها صح؟ احنا كده خلصنا فقره المطبخ. هنرجع تاني اصحابي في الصين نشوف هما بيعملوا ايه. باي باي. صحابنا ورجعنا لكم تاني. يا رب تكون الوصفه كانت سهله. ايه رايكم؟ عجبتكم الوصفه اللي احنا عملناها؟ ممكن نعملها في البيت ان هي سهله قوي. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي ماما هي اللي هتعملها هي انها تسلق المكرونه. معانا تليفون من حد من اصدقائنا. هل معانا تليفون؟ حد بيحاول يكلمنا؟ الو صباح الخير. الو معانا مين؟ الو. ايوه صباح الخير. الحمد لله. اسمك ايه؟ معانا مين؟ معانا مين؟
عمر ممكن لا اطلب منك لو سمحت بس نوطي صوت التلفزيون. عمر ممكن نوطي صوت التلفزيون والتلفزيون شويه نسمع من التليفون. عمر اسمك عمر، عندك كام سنة؟ عندي 7. عندك 7 سنين. متابعنا من الأول، بتتفرج علينا من الأول يا عمر؟ قولي ايه الأماكن الحلوة في مصر اللي أنت بتحب إن أنت تزورها؟ بتحب تتفسح فين في مصر؟ عمر. الو. طب معلش احنا هنطلب من عمر ان هو يكلمنا تاني علشان غالبا في مشكله في التليفون. بطلب من صحابي كلهم ان هم لما يحاولوا يكلمونا يوطوا صوت التلفزيون او صوت التلفزيون ويسمعونا من سماعه التليفون. معانا اسم الايميل او عنوان الايميل اللي انتم ممكن تبعتوا لنا عليه صوركم shaqawa.kids@gmail.com. كمان هيطلع اسم الجروب على فيسبوك شقاوة شطار. نرجع تاني لصحابنا. انا طلبت منهم واحنا بنعرض الفقره يعملوا حاجه حلوه قوي. هيعملوا ايه؟ هيقروا دلوقتي ايه؟ هيقروا رساله وبرنامج زياره هم عاملينه لصحابهم. هنبدا مع لوجين هتبصي هنا في الكاميرا بتاعتك تقولي او تقري الرساله اللي انت كتبتيها. لما صاحبتي تيجي من مصر هنزور الأهرامات واسكندرية اقراها انا؟ اقرا ولا هتقريها انتي؟ تعالي انا هقراها لك. لوجين كاتبه لما تيجي صديقتي من السفر هوديها الاهرامات واسكندريه، هنشوف البحر، في طبعا في مصر البحر الابيض والبحر الاحمر، وهنزور مكتبه اسكندريه والقاهره، هنزور فيها برج القاهره والمتحف المصري، وهوديها كمان شرم الشيخ وهنلعب في البحر، وهنروح اسوان نتفرج على الاثار وعلى القوارب الشراعيه، وكمان هنزور السد العالي ومعبد ابو سمبل. ده البروجرام اللي عاملاه لوجين لصديقتها. ممكن اشوف جينان ولا تحبي جينان انت تقريها؟ انا اقرا. اوكي. حضرتك تاني. غيرت رايها. جينان بتقول اهلا بيكم في مصر، هتستمتعوا بزياره الاهرامات، اهرامات الجيزه والمتحف المصري في القاهره، وهنروح قلعه قايتباي والمنتزه ومكتبه الاسكندريه. والاسكندريه طبعا هي عروس البحر الابيض المتوسط، وهنروح السد العالي ومعبد الكرنك ومعبد ابو سمبل، وهنروح اسوان والاقصر، وهنستمتع في الغردقه وشرم الشيخ. دي الزياره او دي الدعوه اللي وجهوها جينان ولوجين لاصدقائنا، وكمان قالوا لهم هيفسحوهم ويودوهم فين. تعالوا بينا نبدا نعمل مسابقه بسرعه، ايه رايكم؟ مستعدين؟ طائر يلد ولا يبيض. احنا عارفين انه الطيور بتبيض، بس في طائر بيلد ولا يبيض. بسرعه. طب ايه رايكم في طائر السنونو، الوطواط او الهدهد؟ اي واحد فيهم؟ الوطواط. برافو عليكي. ما هو الحيوان الذي يحك اذنه بانفه؟ حاجه عنده حاجه طويله قوي. فيل. برافو عليكي. لوجين السؤال اللي احنا نقوله عايزاكي انت تجاوبي عليه. ما هو الشيء الذي يولد مره واحده في الشهر؟ الشمس ولا القمر؟ الأول. برافو عليكي. ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ يعني كل ما كبرنا قل. عمر الانسان. ما بساعد شويه لوجين وجينان. ما هو اعرض انهار العالم؟ نهر النيل ولا الامازون؟ نهر النيل ولا نهر الامازون؟ الامازون. ماذا يسمى صوت البلبل؟ نعيق، تغريد، ولا هنقول حفيف؟ تغريد. ماذا يسمى صوت القط؟ سهلة. موافق. برافو. ما هو ابعد الكواكب عن الشمس؟ جوبيتر ولا بلوتو ولا عطارد؟ اصغر حاجة عن الشمس. بلوتو، جوبيتر ولا عطارد؟ بلوتو. ما هو صوت الموج؟ هديل ولا هدير؟ هدير.
ما هو صوت اوراق الشجر؟ هنقول مثلا هنحاول نسهلها، هنقول اصوات صوت الشجر، هل هو حفيف هل هو رنين ولا هزيل؟ خفيف. حفيف. دي كانت مسابقه النهارده، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نسهل الاسئله والاجوبه للوجين وجنان. معانا فقره حلوه قوي، معانا فقره فيها مجموعه من صحابنا، معانا مي وملك ومريم. الفقره اسمها اسمعونا. ايه رايكم نروح نشوف بيقولوا ايه؟ هنطلع دلوقتي نشوف صحابنا في الفقره الجايه. معايا النهارده مجموعه جديده من صحابي. اسمكم ايه؟ ميس. عندك كام سنه يا مي؟ لا. وانتي اسمك ايه؟ مريم. عندك كام سنه يا مريم؟ 6. وانتي اسمك ايه؟ ملك. كام سنه يا ملك؟ 3. طب انا عايزه كل واحده كده تقف وتوريني لبسها. هنبدا مع ملك. تعالي يا ملك، وريني كده ولفي. ده الدرس لونه ايه؟ لا كده بصي كده، وري اصحابنا الدرس لونه ايه؟ لونه ايه؟ بينك. ده لونه بينك. طب ناخد راي مريم وناخد راي ميس. ده لونه بينك؟ بلو. مش بينك؟ طب مين لابس بينك؟ ده بينك ولا احمر؟ رد. رد. طب ممكن تقومي كده يا ميس وتورينا الدرس؟ تلفي، هاتي ايدك تلفي كده. اوكي ده رد. وانتي يا مريم تعالي ورينا يور درس، ورينا الفستان بتاعك وتلفي كمان وتورينا. اوكي سوري. طب احنا عايزين نتكلم على لبس الصيف. مين بيحب لبس الصيف؟ انا. كلنا؟ مين اللي بيختار لنا الفساتين بتاعتنا يا ميس؟ ماما. مين فيكم بيحب البحر؟ انا. كلنا بنحب البحر؟ طب انا عايزه اعرف من ميس، بتروحي البحر امتى يا ميس؟ بكره. بكره؟ هتروحي مع مين؟ مع بابا. انا بعرف اقوم. مين كمان بيعرف يعوم؟ انا مين كمان؟ اسمه يوسف. انتي اخوكي اسمه يوسف علمك العوم؟ هو اللي بيعلمك؟ طب مين علمكم انا السباحه؟ بروح البسين بعد النهارده. انا قررت اعرف البسين عندنا. طب لما بننزل نعوم بنلبس ايه؟ مايو. مايو صح؟ مايو. طب الالوان بتاعت المايو بتاعكوا ايه؟ يالو. وانا عندي بلو. وانا عندي عندي كتير مايوهات. وانتي عندك كام مايو؟ تعالي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندك 10؟ 10. قولوا لي لما بنعوم في البحر بنعوم في حتت بتكون يا سمك. فيها سمك؟ انتوا شفتوا سمك في البحر؟ عديت. عدك ازاي؟ كنت بنزل البحر وعداني. وبعدين ايه اللي حصل؟ كان في سمك في البسين عداني انا كمان. السمك بيعيش في البسين ولا في البحر؟ في البحر. ولا في البسين؟ في البحر. في البحر. طب احنا البحر والبسين. طب ازاي يعيش في البسين؟ لازم ندخل جوه الميه عشان يعوم. لازم، بس بيعيش في البحر ما يعيش في البسين صح؟ يعيش في البحر والبسين. لا ما يعيش في البسين. طب احنا لما بنيجي بنعوم في الحته اللي هي بتبقى غميقه قوي ولا بنخلينا قريب عشان ماما تشوفنا؟ ماما تشوفنا. اوكي. كلنا بنحب الصيف؟ بنعمل ايه في الصيف؟ نقعد نلعب وايه كمان؟ ونرقص. وايه كمان؟ نلبس بايون ونعوم في الصيف. ناخد وردة. خد ورد. وايه كمان يا ملوكة؟ باترفلاي ونطير بيها. باترفلاي. وايه كمان؟ باترفلاي. تحبي الباترفلاي؟ نطير بيها. نطير بيها؟ ازاي نطير بيها؟ لازم نجيب حجرة نطير بيها. احنا ينفع نطير؟ ازاي؟ لازم نجيب حجرة ونطير زي البيرد. لا احنا ما ينفعش نطير زي البيردز، بس احنا ممكن نعمل باترفلايز ممكن نعمل الوينجز، الجناح بتاع الباترفلاي نلبسه يبقى ديكوريشن صح؟ يبقى زي لبس كده. انا عندي باترفلاي. عندك باترفلاي؟ طب انا عايزاكم كلكم تبصوا هنا تقولوا لاصحابنا باي باي. ينفع؟
صحابنا ورجعنا لكم تاني. شفنا في الفقره دي صحابنا ازاي ورونا الحاجات الحلوه اللي هم لابسينها وقد ايه الوانهم حلوه ومبهجه، الوان الصيف طبعا. النهارده ادينا التاسك او مهمه للوجين ولجنان ان هم يبقوا مرشدين سياحيين، وقالوا لنا في الدعوات اللي هم كتبوها لاصدقائنا او لاصدقائهم وقالوا لهم هيزوروا ايه الاماكن اللي هم هيزوروها في مصر. طبعا انا بشجع صحابي هم كمان يقولوا لنا هم حابين يبقوا ايه لما يكبروا، وايه الحاجات اللي هم حابين ان هم يتكلموا عليها. طبعا عشان يعملوا ده لازم يبعتوا لنا ايميلز على shaqawa.kids@gmail.com او على جروب البرنامج شقاوة شطار على فيسبوك. نرجع تاني في الختام نقول لاصحابنا او نسالهم هم حابين يبقوا ايه لما يكبروا. جنان ولوجين فكرتوا لما تكبروا عايزين تبقوا ايه؟ لوجين فكرتي؟ طب جنان بتفكري عايزه تبقي ايه؟ حاجات زي ايه؟ زي فاشن ديزاينر، مغنية. بصي هنا، فاشن ديزاينر، مصممة ازياء، مغنية، اوكي، ممثل، كل الحاجات دي ومذيعة. ومذيعة كمان. انا اتمنى انه جنان ولوجين يحققوا احلامهم ويبقوا الحاجات او يشتغلوا الحاجات اللي هم بيحبوها، لانه طبعا مهم قوي انه احنا نحب الحاجة اللي احنا بنشتغلها علشان نعملها بشكل مظبوط وعلشان كمان ننجح فيها. في الحلقة الجاية هيكون معانا مواضيع حلوة كمان. في الحلقات الجاية هندي صحابنا برضو مهام جديدة ونقول لهم لو انتوا في موقع معين او انتوا في وظيفة معينة هتعملوا ايه. فاستنونا في حلقات جايه كتير من شقاوة شطار. في النهايه عايزه اشكر لوجين وجنان. كلنا هنبص هنا نقول لصحابنا باي باي. باي باي.